جامدة جدا واقتصادية جدا، وبتعمل كمية حلوة قوي من الكيك بدون لا لبن ولا زبدة ولا بيض. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة معانا كوبايتين من السكر، وعليهم نص كوباية من الزيت زي ما احنا شايفين كده، وعليهم معلقة كبيرة من الخل، وعليهم رشة ملح بسيطة جدا، ومعلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان او النسكافيه، ومعلقة صغيرة من الفانيليا او نص معلقة صغيرة، وكوباية ونص من المية المغلية، وباكو من البيكنج باودر. تمام. هنقلب المكونات السائلة دي كلها مع السكر علشان ندوب السكر، وهنضيف عليهم 3 كوبايات من الدقيق ونص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى. هنقلب المكونات مع بعض حلو جدا بايدينا لحد ما كل ذرات الدقيق تختفي، وبعدين نبدأ نضربهم بقى بالمضرب الكهرباء. يفضل ان الخليط تقيل زي العجينة الاسفنجية بالظبط او السبونج كيك. وبعدين هنجيب القوالب، ده هيعمل معايا قالبين، قالب وسط وقالب صغير. المقادير دي تعمل لك قالبين وسط او قالب كبير. تمام. هننزل بقى بالخليط في القوالب بتاعتنا. بعد ما دهناها بالزيت هندهنها الزيت بس، مش هنبطنها بالدقيق ولا بكاكاو ولا باي حاجه. المهم ناخد بالنا ان الخليط ما يعديش نص القالب بتاعنا. تمام. في الوقت ده هنجهز الفرن، هكون مسخنينه على درجة حرارة 180. هندخله في الرف الوسطاني، هنفتح من تحت بس. القالب الكبير هياخد له ساعة الا ربع، والقالب الصغير هياخد له نص ساعة. هنسيبها تبرد تماما، وهنسيبها في الفرن بعد ما نطفي عليها شوية علشان تهدى، وبعدين نطلعها ونسيبها تبرد تماما. وبعد كده نقلبها ونبدأ بقى نزوق براحتنا، ممكن ما نزوقش خالص، هي جامدة جدا طعمها تحفة من غير اي ما نضيف اي حاجة اضافية زي صوص الشوكولاتة الابيض بتاعي او صوص الفراولة. هي طعمها جامد بجد جدا. انا هنا ضفت لها صوص الشوكولاتة البيضة اللي احنا عاملينه مع بعض برضو على البيج، وضفت صوص فراولة عاملينه مع بعض برضو، بس ده صوص جاهز اللي انا ضفته. بس عامله لكم الصوص بتاع الفراولة برضو على البيج، هسيب لكم الرابط بتاعهم في اول كومنت. وبس كده خلاص، وكله اجمد كيكة اقتصادية جدا سهلة جدا بدون اي مكونات كتير وبدون بيض. اهم حاجة طبعا ان هي ما فيهاش بيض خالص، وشايفينها مرتفعة جدا وحلوة جدا. البيض معانا يا جماعة مش اساسي خالص في الكيك. الكيك ممكن نعمله من غير بيض وبيطلع جامد جدا، ومفيهوش اي طعم من الزفارة خالص. فباختصار يعني الكيكة بتاعتنا النهاردة اقتصادية جدا. الكمية اللي احنا عملناها دي تعمل معايا كمية حلوة جدا، كيكاية كبيرة بدون لا بيض ولا لبن ولا زبدة ولا اي حاجة خالص، بشوية مية مغلية ونص كوباية من الزيت نقدر نعمل كيكاية جامدة جدا. وبس كده خلاص، وباي باي.